السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا الخبز، وإن شاء الله من اليوم غنواعدك من اليوم ما عمرك غادي تعكسي على الخبز إن شاء الله بهذه الطريقة العجيبة اللي غادي نكتشفوها في لا فيديو. الخبز ديالنا كيجي رطب، كيجي مهوي من الداخل، كيجي زوين ومحمر. ان شاء الله غادي نتعرفوا على الطريقه باش ممكن نصاوبوه، والسر باش نخليوه هكا يكتسب هذا اللون الذهبي الزوين، وكذلك يكون مقرمش ورطب. اذا اول حاجه غادي نحتاجو المعلقه هكا متوسطه ديال الخميره حبيبات. غادي نحتاجو كذلك السكر، هنايا عندي السكر الاسمر، هذا سكر جوز الهند. هاد هو باش نخدم في الوصفات. الناس اللي كيكون عندهم السكري ولا كيكون عندهم مشاكل هكا ما كيستعملوش السكر الابيض اللي كنعرفوه ماشي صحي، راه ممكن كاين بدائل كثيره ديال السكر، من بينها سكر جوز الهند اللي صحي. وكاينين الناس اللي ما كيطلعش ليهم هكا السكر. من بعد غادي نزيدو الدقيق دقيق الكامل، دقيق القمح الكامل هكا بالنخالة ديالو، زولنا ليه غير النخالة الغليظة. غادي نحتاجو الزرع، شوفوا الزرع اللي نتوما بغيتو، اللي كتبغيوها، اللي متوفرة عندكم. هنا درت شوية ديال زريعة الكتان، شوية ديال الحب الرشد، وشوية ديال بذور الشيا، عفوا بذور الشيا. وغادي نزيدو الملح، وكنزيدو الماء على حسب الحاجة. اذا كنخلطو وعينا ميزاننا، تقريبا درنا نص كيلو ديال الدقيق، دونك راه كنديرو الكمية كافية ديال الماء. كنستمروا كنحركوا او ميم طون حتى كنشوفوا الا خاصنا الماء نزيدوه. ضروري نديروا الماء يكون دافي، ما يكونش الماء سخون، باش ما ياثرش لينا على الخميره. لان الا درتو الماء سخون هكا العجينه كنعرفوا انه راه ما كيخليش العجينه تخمر كما بغينا. هنا زدت شوية ديال الدقيق لأن كيبان ليا العجين ديالي سائل كتر من القياس. وكنستمروا كنحركو بواحد الملعقة خشبية بلا ما تقيسوا العجينة، ما تمسوها بيديكم ولا حتى حاجة. إذا طريقة سهلة بزاف. من بعد راه كنغطيو العجينة ديالنا وكنخليوها 10 دقائق حتى لربع ساعة. من بعد ما كدوز 10 دقائق كنرجعوا للعجينه ديالنا، كنبداو نحركوها بحال الا ندلكوها. هذه هي الطريقه البديله ديال التدلك والعجن. كنحركوها مزيان، كنقلبوها هكا بالملعقه، كنستمروا واحد 5 ديال الدقائق بهذه الطريقه باش كندخل الهواء العجين ديالي. بالنسبه للعجين ديالنا صافي راه كنخلطوه بالليل، و كنغلفوه بالسلوفان وكنحطوه في الثلاجة حتى الغد ليه. داكشي علاش العملية ديال التخمير ديالو كتكون بطيئة، بالتالي ما كت الخبز ما كتكونش فيه هاديك الريحة ديال الخميرة، كيبقى هكا خبز زوين بلا خميرة بلا رائحة بلا حتى حاجة. دونك كنخليوه في الثلاجة قلنا حتى الغد ليه. خلطيه بالليل وحطيه في الثلاجة، بالصباح كتلقاي الخبز العجينة ديالك واجدة خامرة. غادي نصاوبو منها كويرات، غادي نقسموه الكويرات، وغادي نستفوها في اللاطة اللي نكونو ديجا داهنينها هكا بالزيت باش ما يلتصقوش لينا، لان كنعرفو العجينة دابا سائلة شوية، ضروري ندهنو اللاطة ديالنا. بغيتو تقادوهم على شكل دوائر هكا ممكن، بغيتو تخليو
الخبيزات ديالكم هاكا عشوائيًا تحطوهم هاكا عشوائيًا راه ماشي مشكل، لأن أصلًا سائلة راه من بعد راه الشكل ديالهم كيتقاد إلا هاكا إلا كنطيبوهم. كنستمروا بهاد العملية حتى نساليو، من بعد كناخدو الخبيزات ديالنا كندردرو عليهم شوية ديال زريعة الكتان، وكنقرصوهم هاكا بالمقص، وفي هاد الأثناء غنكونو ديجا حنا مسخنين الفرن ديالنا على أعلى درجة حرارة، كندخلو الخبيزات ديالنا حتى كيتنفخو حتى كيبدا يدخل معاهم الطياب كنقصوه على الفرن باش كيطيبوا على خاطرهم، وكياخدوا هداك اللون الذهبي الزوين. دونك ضروري أننا الفرن ملي كيسخن كنقصوا درجة الحرارة حتى كيبدا يدخل الطياب مع الخبيزات ويتنفخوا، عاد كنعاود نرفعوا درجة الحرارة باش يتحمروا دغيا ما ييبسوش لينا في الفرن. بالتالي إذن غادي نحصلوا على الخبيزات اللي يكونوا هكا صحيين وبنان وبالصحة والعافية.